ربنا قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ناس كتير تسمع الكلمة دي وتستغرب، هو مش المكر صفة ذم؟ طب ازاي ربنا يتصف بيها؟ هنا بقى لازم نفهم يعني ايه مكر الله. العلماء زي ابن كثير والطبري والقرطبي قالوا مكر البشر هو الخبث والحيلة والكيد بالباطل، لكن مكر الله تدبير بالعدل، حكمة، نصرة للحق. يعني ربنا يرد مكرهم ويسقط خططهم بنفس الخديعة اللي صنعوها. وده اسمه عند العلماء مكر الجزاء، مش مكر ابتدائي زي البشر. ابن كثير ذكر مثال لمكر الله، تدبيره لخلاص النبي من مكر قريش الذين أرادوا قتله أو نفيه أو سجنه، فالله أمره بالهجرة إلى المدينة، وهلاك الماكرين في معركة بدر كان نتيجة ذلك. والقرطبي ذكر مثال لمكر الله برضه وقال: استدراجهم من حيث لا يعلمون. في هذه الحالة قام الله برفع عيسى عليه السلام إلى السماء، وألقى عليه شبهة رجل من اليهود، والذي قتله الماكرون ظنا منهم أنه عيسى عليه السلام، وذلك كان كيدا من الله للمكذبين كما جاء في القرآن الكريم. وده معنى والله خير الماكرين، لأن مكره أقوى وأدق من كل مكر البشر. بس في نقطة خطيرة العلماء وقفوا عندها. ربنا قال: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني لو أنت مستمر في الغلط والدنيا ماشية معاك كويس، احذر، ده ممكن يكون استدراج. ربنا بيسيبك لحد ما تقع في شر أفعالك. وده من أعظم صور مكر الله بالظالم، إنه يمهله لغاية ما يتمادى فيؤخذ أخذ عزيز مقتدر. طيب يعني نعمل إيه؟ العلماء بيقولوا الإنسان المؤمن عمره ما يأمن مكر ربنا، عمره ما يقول أنا بصلي وبعمل خير خلاص ضامن الجنة. لا، المؤمن دايما خايف وقلقان على نفسه، وعارف إن قلبه بين إيدين ربنا في أي لحظة. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أبو بكر الصديق رضي الله عنه اللي مبشر بالجنة قال: لا آمنوا مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. تخيل لو ده حال واحد من أعظم الصحابة، إحنا هنعمل إيه؟ فدايما نقول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الخلاصة: مكر الله صفة كمال مش نقص، لأنه مكر بالحق وعدل وحكمة. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير.